إذن لماذا يقال لنا حين من كشف وكشف هو عن نفسه ورد عليه السلفيون يقال أنتم فرقتم السلفيين؟ لماذا لا يعاتب هو هذا المختلف المخالف والمفارق المفرق؟ ما هو نحن حينئذ مثلنا معه كمثل ما قال القائل: اللص في داري وبين محارمي يئد النفوس ويكتم الأنفاس ويقال لي قف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. ما شاء الله، يسرق ما يشاء ويقتل ما يشاء ويفعل ما يشاء وأنت لا تفعل شيء في الذب عن دين الله جل وعلا. فإذا الذي فرق هو الذي فارق، والدليل على ذلك ائت بكلامه في تلك المدة تجده كلام مشايخ الدعوة السلفية ما اختلف، وانظر إلى كلامه الآن مع كلام مشايخ الدعوة السلفية تجد كلامه هو الذي اختلف. من الذي اختلف وفارق؟ فاللوم يوجه إليه، ما يوجه للسلفيين ولا يوجه لأهل السنة، يوجه لمن ذهب إلى أهل الأهواء ومال إليهم وأصبح منهم، وما كان يعرفه بالأمس صار اليوم منكرا، وما كان ينكره بالأمس صار اليوم معروفا. فإن الرزية كل الرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف.